صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلومين. فاز من اعتصم بحبلكم، وهدى الله من يخالفكم، ورزقنا شفاعتكم، إنه سميع مجيب. من ذا يقدم للجواد ولامتي؟ رحم الله والديك. والصحب صرعى والنصير قليل. المصرع الأول واويلاه، والثاني الونة الحسينية. وأجر الجميع على صاحبة العزاء الزهراء سلام الله عليها، لحد يظل ساكت رحم الله واليك وياي. سيد الشهداء سلام الله عليه وحيدا فريدا، وحيدا فريدا، يقلب طرفه يمينا وشمالا. هل من ناصر ينصرنا؟ هل من معين يعيننا؟ إلك مولاي. من ذا يقدم للجواد ولامتي واوي، والصحب صرعى والنصير قليل. فأتت زينب بالجواد تقوده، والدمع من ذكر الفراق يسيل، وتقول قد قطعت قلبي يا أخي حزنا، فيا ليت الجبال إلك تزول. أرأيت أختا قدمت لشقيقها واويلاه، أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون ولاحما وكفيله، فتبادرت منه الدموع وقال يا أختاه صبرا فالمصاب جليله. فبكت وقالت يا أبا عبد الله سيدي، فبكت وقالت يا ابن أمي ليس لي واويلا. فبكت وقالت يا ابن أمي ليس لي، وعليك ما الصبر الجميل جميل. هاي أم الحزن زينب الليلة تودع اخوتها، تهل مكسورة الخاطر للتوديع دمعتها،
زينب قصدة السجاد، لكن ما بها كل حيل تقل قل ابوك حسين عن هالدار خله نشيله. ساعة ولن ابو السجاد جاها والدموع تسيل، على ختم الحزن سلم يمها قعد وتبسم، جل عنها الهضم والهم حاجاها وسلاها وناشدها على راحتها. العودة صد علي السجاد عن الحال يحكي له، كسرت خاطري عمتي شفتها المدمع تسيله. تقلي قل ابوك حسين خلى نشيل هالليلة، تقلك يا بن حامل جار خلى نشيل عن هالدار. اخاف من الصبح لو صار هاي الزلم هاي الخيل علينا تصير هجمتها. قال حسين يا فرج الله سيدي إلك النبأ، قال حسين يا سجاد زينب قاعدة وتسمع، يا ابن منرحل بهالليل خاف عليك تتصدع. يا ابني يا علي باكر ليك امر الحرم يرجع، رحيل يصير تكليفك تظل ترحل بكيفك. بويا علي أنا بهالمسا ضيفك، لو طلعت شمس باكر أغيبا قبل غابتها. رحم الله من نادى وحسينا وسيدا، لو طلعت شمس باكر أغيبا قبل غيبتها. من سمعت بحكي حسين زينب خلت وقامت، تتراجف مفاصلها يا ويلي وروحها هامت. وياي زينب ليلة العاشر هذاك الليل، زينب ليلة العاشر هذاك الليل ما نامت، من سمعت بحكي حسين ما غمضت الزينب عين، تناشد وين روحا وين عقب الأهل هالعيلة الوطنها شلون ردتها. زينب قصدت العباس والهم قصد وياها، زينب قصدت العباس والهم قصد وياها. لما شافها العباس تتعثر بممشاها، طلع من خيمته مغضب والزينب تلقاها. هلا يا زينب يقلها، هلا يا سلوتي كلها. زينب لعد شافلها صدت والقلب داوي واختنقت بعبرتها. زينب وي قمر عدنان تقله يا بن حامل جار، سمعت حسين اخوك يقول احنا بهالمسا خطار. خويا يا فرج الله إلك النبأ، خويا لازم قلبي أخاف من الصبح لو صار أنا مخدرة تدري، أنا مخدرة تدري، أخاف أن ينهتك. أنا هذا الحكي ويا من؟ ويا أبو فاضل. هذا الحكي ويا من؟ ويا ابو الغيرة. انا مخدرة تدري، اخاف ان ينهتك ستري، عقبكم ما ردت عمري، الحرمة عقب والياها ما تسواش ظلتها. واذا بجواب العباس ابو الغيرة اغتاظ وقال يا زينب شنه الخيل وتهمك، اخوك وقرة عيونك
فينا ليوصل خيمك، وحق الحسن يا زينب وكبده وكسر ظل عمك، لفن رقابها دونك اخوك وقرة عيونك، لا ينخطف لونك يا زينب. هالعساكر هاي باكر كون شتتها، 3 أنعام ابو فاضل مثل ما قال سواها، ثنصيت الزلم والخيل تموج بروج خلاها، زينب واقفة تشوفه والعباس منواها، ساعة وقعت الراية وطاح على المسناية، عمي طاح وضاعت الثاية، طاح وصاح ابو فاضل يا زينب بهضمتها، رحم الله من نادى وحسينا وعباسا وزينبا، يا ابو فاضل يا ابو فاضل عفتني الوحد وحين العفتني، عفتني الوحد وحين عفتني طاح الصوت يا خويا، علمتني انشدك يا غيور، دللتني ويا من ارد وانت جبتني. واذا بجواب العباس تعت بين يا زينب علي، أجر الجميع أرجو المشاركة، تعت بين يا زينب، أنا وين راسي وين يدي، لو ان يا خويا ذاك الحيل بيا عباس ما عاف خيا. يا حسين إنا لله وإنا إليه راجعون. قال إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه: أنا قتيل العبرة، لا يذكرني مؤمن إلا بكى. ألم هائج، حزن سرمد، ودمع لا يرقأ مدى العصور والدهور على قتيل مرت على يوم استشهاده قرون وقرون وقرون. المسافة الزمنية بيننا وبين صاحب الذكرى في هذه الليلة سيد الشهداء الحسين سلام الله عليه عشرات بل مئات السنين، ولكن عندما يمر ذكره الشريف، عندما يمر مصرعه صلوات الله وسلامه عليه، وكأنما قتل الحسين حالا، قتل سيد الشهداء قبل لحظات. وهذه الرابطة وهذه الحقيقة انطلاقا من كلمة المصطفى صلى الله عليه وآله: إن لقتل ولدي الحسين حرارة في أفئدة المؤمنين لن تنطفئ أبدا. هناك من يشكك في سند الحديث ويقول بضعفه. لو تنزلنا هذه الرابطة الحقيقية
وهذه الحرارة الموجودة في الأفئدة وفي القلوب ضمن المسافة الطويلة والبعيدة بيننا وبين مقتل سيد الشهداء أوليس دليل على صحة الحديث؟ الحرارة موجودة ولا ما موجودة؟ كل من خلي يسأل نفسه. هذه الدمعة التي تخرج بسبب إخواني كما تعلمون الحزن على الفقيد مهما كان عزيزا أيام معدودة إخواني، يوم الأول، الدفن، الثالث، السابع، 40، وبعد ذلك قد اللوعة تبقى في صدر صاحب العزاء، ولكن بعد ذلك أن تخرج الدمعة من عينه أمر. ولكن عندما يمر ذكر الحسين عليه السلام الدموع من دون وعي واختيار. ويكفيك النبأ قول الشاعر: الدمع لا يرقى مدى الأزمان لرزية المذبوح والعطشان، هذه المدامع سيلها متواصل من كل قاص في الأنام وداني. سي الشباب أهل الجنة الحسين صلوات الله وسلامه عليه في عروقهم ومع دماء المؤمنين، في العروق ومع دماء المؤمنين، انطلاقا من تلك الوقفة الرائعة التي وقفها هو ومن معه في عرصات كربلاء. ضمن هذا البيان إخواني وانطلاقا من هذه الحرارة التي موجودة في أفئدة المؤمنين يأتي السؤال: إلى متى هذا البكاء؟ إلى متى هذا التواصل مع صاحب الذكرى الحسين عليه السلام؟ أو بعبارة أدق، ما هي الأسباب أو ما هو سر خلود سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه؟ البكاء متواصل، العزاء متواصل، المآتم منذ مقتل سيد الشهداء سلام الله عليه عقدت وسوف تعقد. عقدت المجالس منذ مقتله في عرصات كربلاء، عقدت وسوف تعقد إلى قيام تلك الساعة إخواني وأعزائي. فيأتي السؤال على كل حال: إلى متى هذه المجالس؟ وإلى متى هذا البكاء؟ وتحديدا ما هو سر خلود الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ باختصار إخواني، لسيد الشهداء صفتين وفيهما الكفاية. أولا إمام معصوم مفترض طاعة من قبل الله تبارك وتعالى. الصفة الأولى مهمة الإمامة، إمام الدين والدنيا. والصفة الثانية مهمة العصمة إخواني. وفي الموردان أو الموردين إن صح التعبير الكفاية للخلود إلى قيام تلك الساعة، هو ومن معه من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن هناك مجموعة إخواني من العوامل والأسباب ميزت خلود سيد الشهداء، ميزت خلود الحسين عليه السلام، بقاء ثورته إلى يومنا هذا، وقطعا إلى يوم القيامة. وهذا هو الجواب والرد القاطع على قول أو سؤال السائل: ما هو سر خلود سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه؟ أولا، انطلاقا من القاعدة الربانية، الحق يعلو ولا يعلى عليه. سيد الشهداء الحسين سلام الله عليه من بداية ثورته وإلى ساعة استشهاده سلام الله عليه، بل من ساعة ولادته، ولكن التركيز وين؟ من ساعة الثورة وإلى ساعة استشهاده، كان متمسكا بالحق بمعنى الكلمة، ومن رغم قلة الناصر،
هذه من النقاط المهمة التي ينبغي الالتفات إليها. كيف وبأي معنى؟ أولاً صراحة تقول لي خذ جميع الكثير يتمسكون بالحق، شوي يعطيني مجال. أولاً إخواني، قول إمامنا الحسين سلام الله عليه: ألا ترون إن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. هاي وحدة. ثانيا: ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا حسين بن علي بن أبي طالب أحق من غير. هاي اثنين. ثلاثة إخواني، الحق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. إذن مبدئيا الحسين بين وكشف عن تمسكه بالحق لسانا، ولكن بعد ذلك أظهر كشف عن تمسكه بالحق والحقيقة انطلاقا من ذلك العمل وتلك الوقفة التي وقفها في عرصات كربلاء. الحق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ويشير الاسم اتصاف المولى بهذا الاسم كناية أو إشارة إلى البقاء والديمومية، ديمومية المولى تبارك وتعالى. وكل إنسان يتمسك بالحق معنى ذلك يكون متمسكا بالله تبارك وتعالى. وأي إنسان وأي شخصية أكثر تمسك من الحسين عليه السلام بالحق والواقع. ومن خلال القرينة اسم الحق، حاصل هذا الاسم، حاصل التمسك بالحق البقاء والخلود، البقاء والخلود. والحسين تمسك بالحق أولا، وثانيا تمسك به من رغم قلة الناصر. كيف وبأي معنى؟ سيد الشهداء صلوات الله وسلام، هذا التمييز هنا إخواني، ميز دور سيد الشهداء عن باقي الأدوار، إنه فقد جميع أهل بيته سلام الله عليه وبقي وحيدا فريدا في عرصات كربلاء. قاتل قتال الأبطال، أعياه نسف الدم. وكما تعلمون ماذا جرى على إمامنا سيد الشهداء سلام الله عليه؟ على أرض كربلاء يدور رأسه الشريف سلام الله عليه. وقد اختبر الحسين وقد اختبر سيد الشهداء من قبل المولى عز وجل في يوم عاشوراء بأشد الاختبار وبأشد الامتحان. كيف وبأي معنى؟ تأملوا في تمسك الحسين بالحق. كيف وبأي معنى؟ إخواني، من سنة الحياة الإنسان من ساعة مجيئه وإلى ساعة رحيله بطبيعة الحال يفقد على كل حال عزيز من الأعزاء على كل حال وكما تعلمون. ولكن في يوم واحد أن يفقد الإنسان جميع الأهل والأحبة، هذا من النوادر، والنادر كالمعدوم. ولكن الله عز وجل اختبر سيد الشهداء سلام الله عليه بهذا الامتحان. أسأل، ما هو رد الحسين؟ هل تراجع عن تمسكه بالحق والحقيقة؟ وإذا بجوابه وهو على رمضاء كربلاء رمق السماء بطرفه وبلسان الحال: تركت الخلق طرا. هنا الحكي، التمسك في أشد وأصعب الحالات. تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. هذا مطلب الأول إخواني.
سبب من الأسباب الرئيسية لخلود سيد الشهداء التمسك بالحق في أشد وأصعب الحالات. ثانياً، من جملة الموارد سر أو سبب من أسباب خلود الحسيني صلوات الله وسلامه عليه مظلومية سيد الشهداء، وهو عامل رئيسي لخلوده سلام الله عليه. قد يقول القائل هذه الصفة، صفة المظلومية، مشتركة بين الحسين وباقي أئمة أهل البيت، فلماذا الحسين بالتحديد؟ بل أكثر من ذلك، هناك من يقول إن الكثير من العوام قتلوا بكيفية أشد وأبشع من كيفية قتل الحسين عليه السلام. إذن لماذا هذا الإصرار أن الحسين مظلومية سيد الشهداء متفوقة على مظلومية جميع الخلائق؟ أخي العزيز، إذا أردت أن تتحدث عن الحسين فقط مقتل سيد الشهداء من جهة الكيفية فبها فعلا هناك الكثير قد قتلوا بكيفية أبشع من مقتل، ولكن مقتل سيد الشهداء إخواني يقول تعددت الأسباب والموت واحد، ولكن تعددت الأسباب لكل إنسان سبب واحد للخروج من الدنيا، بينما سيد الشهداء سلام الله عليه في مقتله شاركت جميع الأسباب. قتل غربة، قتل عطش، قتل لوعة، وقتل بذلك السيف صلوات الله وسلامه عليه. إذا أردنا أن نتحدث عن مقتله من جهة الكيفية قد، ولكن عندما نتحدث عن الحسين ومقتله علينا أن نضيف إلى الكيفية النوعية. من هو المقتول إخواني وأعزائي؟ من هو المقتول؟ إمام معصوم. النوعية كملها، إمام معصوم، عدل الكتاب الكريم، مفترض طاعة، سيد الشباب أهل الجنة، وهو من ضمن العترة الطاهرة التي قد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إذن مظلومية الحسين مع النوعية، عندما نذكر النوعية قطعا تتفوق عن مظلومية جميع الخلائق. هذا واحد. ثانيا إخواني وأعزائي، من مظلومية سيد الشهداء سلام الله عليه، وهو الإمام المفروض من قبل الأمة النصرة المودة لحبيب المصطفى ولسبطه الأصغر سلام الله عليه، وإذا من مظلومية سيد الشهداء الوحدة والغربة. الوحدة والغربة إخواني، بقي وحيدا فريدا يقلب طرفه يمينا وشمالا وهو ينادي هل من ناصر ينصرنا، هل من معين يعيننا، هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله. من مظلومية سيد الشهداء بقيا وغدوا حيارا ولا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا. هذا أولا. ثانيا، من مظلومية سيد الشهداء سلام الله عليه شماتة الأعداء. من مظلومية الحسين عليه السلام شماتة الأعداء. كيف وبأي معنى ومتى؟ عبر عن لوعته سيد الشهداء التي ألمت بقلبه الشريف في واقعة عاشوراء عند مصرع أخيه العباس. عند مصرع أخيه العباس جلس عنده، ماذا قال؟ قال له أخوي أبو فاضل الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. من مظلومية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه شماتة الأعداء. ثالثا إخواني، من مظلومية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه منع عن الماء هو وعياله لمدة 3 أيام.
منع الحسين أو قطعوا الماء عنه وعن عياله لمدة 3 أيام. النقطة التي ينبغي الالتفات إليها إخواني عند العرب، وخصوصا بعد عند أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، لتلك النفسية العالية، التحدث عن العطش لا بأس، ولكن التحدث عن الجوع أمر كما تعلمون. سيد الشهداء وأهله بالإضافة إلى عطشهم كانوا، وكما تعلمون أخوة لهذه الفترة يقول كيف الآن كيف قطعوا الماء على سيد الشهداء؟ يكفيك هذا النبأ. يقول الراوي: تحول لسان الحسين من شدة العطش إلى خشبة يابسة. تحول لسان الحسين من شدة العطش إلى خشبة يابسة. واللعين ينادي: حسين ترى الماء؟ حسين تنظر إلى الماء، والله لا تذوق منه قطرة واحدة حتى ترد الحامية. هذا هو سيد الشهداء والمصائب التي ألمت بقلبه الشريف. وأخيرا إخواني وأعزائي، وأسألكم الدعاء من مظلومية سيد الشهداء كيفية قتل الحسين عليه السلام. كما بينا كل إنسان يخرج من دار الدنيا بكيفية واحدة إلا الحسين. تعددت الأسباب في مقتله أو في قتله صلوات الله وسلامه عليه. قتل الحسين عطشا، قتل الحسين غربة كما بينا، قتل الحسين بذلك السيف، ذبح عليه السلام يا فرج الله سيدي من الوريد إلى الوريد، ورأسه الشريف على رمح طويل يدار من بلد إلى بلد. وقتل الحسين لوعا، وقتل الحسين لوعا، من لوعة إلى لوعة، من محنة إلى محنة. قتل العباس سلام الله عليه، فقد علي الأكبر، فقد القاسم بن الحسن، فقد ابن أخيه وجميع أهل بيته وأصحابه الكرام في يوم واحد. ولكن إخواني في نظر القاصر هناك مصيبة تفوقت على جميع المصائب. قد إخواني في رأيي على كل حال خط فاصل بين الحق والباطل. الإنسان الذي يبحث عن الحق وعن الباطل في يوم عاشوراء، الحق واضح والباطل أيضا واضح، ولكن لو تعذر لسبب من الأسباب هناك خط فاصل بين الحق والباطل، وهو دم عبد الله الرضيع، دم الرضيع صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ إذا كان القتال والاختلاف بين الرجال، فما هو ذنب هذا الرضيع؟ المصيبة التي تفوقت على جميع المصائب وتركت أثرها على النفوس والقلوب مصيبة رضيع الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ويكفيك هذا النبأ. تأملوا ما ترك اللعين حرملة في قلب إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. يا فرج الله سيدي، أنت المعزى بهذا النبأ بمصاب جدك الحسين صلوات الله وسلامه عليه. منهال بن عمر يقول: دخلت على سيدي ومولاي الإمام زين العابدين سلام الله عليه. بعد الحديث التفت الإمام قال لي: منهال أسألك. قلت له: قول سيدي. قال لي: حرملة بعد موجود؟ حرملة بعد؟ قلت له: سيدي تركت الكوفة وعلى قيد الحياة، وإذا بالإمام رفع يده إلى السماء: اللهم أذقه حر النار، اللهم أذقه حر الحديد. بعد الحديث يقول منهال: ذهبت إلى الكوفة،
أيام وليالي وإذا بثورة المختار الثقفي رضوان الله عليه اندلعت في الكوفة. يقول أنا قاعد بصف المختار وإذا بالمختار صاح علي بحرملة وعلي بالنار والحديد، وعلي بالنار والحديد. منها سبح، يعني قال يا سبحان الله. التفت للمختار قال له مما سبحت؟ مما سبح؟ قال له والله أمير قبل أيام كنت في دار الإمام زين العابدين سلام الله عليه، سأل عن حرملة حي ميت، قلت له على قيد الحياة، رفع يده إلى السماء قال اللهم أذق حر النار، اللهم أذق حر الحديد. والآن سمعتك تقول علي بحرملة وعلي بالنار والحديد، فهذا التوفيق على يدك أنت يا المختار. عند ذلك سجد المختار شكرا، وبعد ذلك التفت إلى حرملة. سيدي يا فرج الله إلك التعزية. قال له حرملة يوم العاشر السويت، يوم العاشر السويت. قال له اسمع يا المختار، إن الله في يوم عاشوراء إن الله لم يجعل في قلبي ذرة من الرحمة، ذرة من الرحمة. قال له احكي السويت. قال له سهم في قلب الحسين، سهم في قلب الحسين، وسهم في عين قمر العشيرة، وسهم ذبحت به رضيع الحسين من الوريد إلى الوريد. قال له ما تأثريت؟ ما تأثريت؟ قال له نعم موقف واحد. حتى حرملة تأثر. قال له موقف واحد. قال له شو وقت؟ قال له عندما خرج الحسين حامل رضيعة، خرج الحسين حامل يا فرج الله سيدي إلك التعزية، خرج جدك الحسين حامل رضيعه. التفت إلى القوم يا قوم إن كان ذنب للكبار فما هو ذنب الصغار، خذوا واسقوا قليل من الماء. اختلف القوم، هناك من قال اسقوه، هناك من قال اقتلوه. التفت اللعين عمر بن سعد إلى حرملة قال له حرملة شمتاني؟ قال له أمير ماذا أصنع؟ قال له ارمي الطفل بسهم، ارمي الطفل بسهم. يقول حرملة تحيرت في أي موضع أرمي الطفل؟ طفل 6 أشهر. يقول الراوي هب الريح انكشف البرقع وإذا برقبة الرضيع كإبريق فضة. يقول عند ذلك يا فرج الله سيدي، يقول عند ذلك ثبت دققت ورميته فذبحته من الوريد إلى الوريد. وين حرملة أثر؟ يقول عندما أحس الطفل بحرارة السهم، عندما أحس الطفل بحرارة السهم أخرج يديه من القماط واعتنق رقبة الحسين. عم تلقى حسين دم الطفل، تلقى حسين دم الطفل، تلقى حسين دم الطفل بيده اشحال اللي يجتل بحضنه واللي يده شال وترس تشفى من وريده. ذبل السما وللقاع ما خر. رجع سيد الشهداء إلى الخيام وبيده الرضيع المذبوح سلام الله عليه. من اللي تلقته؟ عقيلة الطالبين زينب. وإذا بسيد الشهداء الصاح حسين والجمرة بمهجته هاك خذ الطفل مذبوح جبته. أوالي صاح حسين والجمرة بمهجته هاك خذ الطفل مذبوح جبته. يلوع
من الظما والليل ما يخذته رضيع وبالسهم صابوا رقبته. هذا هو حال الحسين، وهذا هو حال عقيلة الطالبيين زينب. أسأل إذن ما هو حال أم الرضيع الرباب عندما رأت ولدها بتلك الحالة مخضب بدمه الطاهر مذبوح من الوريد إلى الوريد؟ يا فرج الله سيدي، وإذا بالرباب بلسان الحال: يا ابني يا عبد الله يا غالي، ما حسبت لن الليالي أدورا على يميني وشمالي يهزا بالمهد والمهد خالي. وين أهل الونة مع صاحب الزمان؟ سيدي معنا أنت في هذا المجلس ومع الرباب أم الرضيع. يا ابني يا عبد الله يا غالي، ما حسبت لن الليالي أدورا على يميني وشمالي أهزا بالمهد والمهد خالي. يا الله، بني علي وسد رضيعي، كلمة الحسين سلام الله عليه قسم عظيم إخواني. إلهي برضيع الحسين، برضيع الحسين. أصحاب حوائج، شفاء مرضى، الآية الكريمة باسم عزيز الحسين رضيع سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليهما. وإن شاء الله جميع الحوائج مقضية سوية جزيتم خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما سوية. أما يجيب المضطر إذا دعاه، قسم عظيم. إلهي برضيع الحسين اشفي وعافي كل مريض. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لزيارة الحسين وخدمة الحسين وشفاعة الحسين برضيع الحسين. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله بالحسين الوجيه وبرضيعه الذبيح. عجل لوليك الفرج إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان. خدمة سيد الشهداء. الفاتحة مع الصلوات.